السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات من بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة حلوة جدا، وهي صينية مسقعة باللحمة المفرومة. من أحلى الصواني والأكلات المصرية الحلوة جدا. بجد جربوها هتعجبكم جدا جدا. سهلة جدا وممتعة كده في طبخها كمان. معانا هنا كيلو من البتنجان الرومي الأسود. قطعناه قطع مكعبة كده زي ما انتوا شايفين، مش هقطعه بقى شرايح زي المسقعة المعتادة. حبيت النهاردة اقطعه مكعبات، بيفرق في الطعم والتست جدا. قطعنا البتنجان كله. انا هقول لكم الكمية الصينية اللي هعملها. ده كيلو بتنجان قطعناه كده زي ما انتوا شايفين، وهنقطع كمان كده قرنين فلفل رومي. حابين تقطعوه زي ما انا قطعته كده، او تحمروه سليم زي ما تحبوا، حسب بقى كمية الفلفل اللي انتوا حابينها. انا حمرت كده 2 سبايسي اللي انتوا شايفينهم على جنب دول، و3 رومي كده مع كيلو البتنجان، بوزعهم في الصينيه. بعد كده بقى هنعمل التعصيجه بتاعه اللحمه المفرومه. حطينا مكعب من الزبده وشويه زيت صغيرين كده، وهننزل باللحمه. مش هنسخن الطاسه قوي. هننزل بربع كيلو من اللحمه المفرومه على كيلو البتنجان. انا هفضل بقى زي ما قلت لكم اقول لكم كميه المقادير الصينيه اللي انا عاملاها. بعد كده بقى انا ضربت بصلايه كبيره كده في الكبه، نزلت بيهم على اللحمه المفرومه، وهنقلبهم. وهنبتدي بقى نحط التوابل. رشه من الفلفل الاسود، ورشه من السبع بهارات، ورشه من البابريكا، وهنقلب. التوابل دي بقى اللي هتعمل لي الطعم الحلو بتاع المسقعه. بعد كده طبعا حطينا الملح، وهنسيبها بقى تستوي مع نفسها. بعد كده هنعمل التسبيكة او الصلصة. حطينا برضو بصلاية صغيرة كده مفرومة، وهنحط معاها شوية من الزيت صغيرين. مش هنكتر بقى زيت، عشان طبعا زيت المسقعة في الاخر بتاع القلية. وحطينا معلقة توم كده صغيرة. بعد ما البصل اصفر صفار بسيط، حطينا معلقة توم. اول ما ريحتها تطلع، مش عايزين نصفرها قوي، هننزل بنص كيلو من الطماطم المضروبة نص ضرب. وبعد كده حطيت رشة فلفل اسود، ورشة بابريكا، ورشة من الشطة، ورشة من القرفة، ورشة من الكزبرة الناشفة. كل التوابل اللي في الصلصة دي اللي هتعمل لي الطعم الحلو بتاع المسقعة. برضو خلي بالنا، احنا ممكن نستغرب من القرفة والمسقعة، بس عايزة اقول لكم رشة بسيطة بتخلي طعمها تحفة. بعد كده بقى هنقلي البتنجان. معلش، هو بتنجان الشتا بيبقى مبذر شوية، بس عادي جدا. بعد كده بقى هنحمره زي ما انتوا شايفين. هنديله لون حلو كده. طبعا هنحمر الكمية كلها. يبقى احنا قلنا، احنا ما قلناش كمية الطماطم. كمية الطماطم نص كيلو طماطم، يبقى كيلو بتنجان على نص كيلو من الطماطم على ربع كيلو من اللحمة. دي صينية وسط حلوة، يعني تكفي لأربع أفراد. بعد ما قلينا بقى البتنجان زي ما انتوا شايفين كده، هنقلي طبعا برضو الفلفل، بس انا حبيت ان انا اختصر عليكم الوقت. بعد ما هنقلي كمية البتنجان كلها بقى كده، يعتبر كل مكونات المسقعة خلاص كده استوت. احنا بقى هنرصصها في الصينية. الصينية دي حوالي 24. هنحط معلقتين كده صلصة في الاول من تحت، معلقتين بساط جدا، علشان يعني تغلف لي كده البتنجان من تحت ومن فوق. وهننزل بعد كده بالبتنجان المقلي. يفضل كده نقليه ونسيبه يعني حوالي نص ساعة او ساعة كده يهدى، وفي نفس الوقت ينزل لي الزيت اللي فيه. حطينا البتنجان ووزعنا عليه كده الفلفل من فوق، من فوق البتنجان يعني كده. وبعد كده هننزل بقى باللحمة المفرومة. هنوزع بقى اللحمة المفرومة كده على الصينية. عايزة اقول لكم ممكن تتعمل من غير لحمة مفرومة عادي جدا، بس يعني بتبقى حلوة كده باللحمة بصراحة يعني. هنوزع اللحمة كده على وش البتنجان. يعتبر بقى دي الحشوة اللي في النص، لان من تحت رق البتنجان وحطينا اللحمة. وبعد كده هننزل بالصلصة.
اخر حاجة خلي بالكم الترسيب ده عشان ما تتلخبطوش، بتنجان لحمة صلصة، او معلقة صلصة كده في القعر، بعد كده البتنجان واللحمة والصلصة. هنوزع بقى الصلصة زي ما انتم شايفين، انا حابة الصلصة تبقى تقيلة مش عايزاها تبقى صيصة كده، يعني انا بحبها كده الصينية تبقى ناشفة، مش عايزاها تبقى مصيصة زي الطبيخ. بتفرق والله يا جماعة، في ناس ممكن تحبها كده زي ما تحب. بس لو عملتيها كده تقيلة كده، طبعا الصلصة بعد لازم تتسبك. ممكن تحط لها بق ميه بسيط جدا بعد ما تتسبك، وطبعا بتملحيها وبتظبطيها. بعد كده بقى قطعنا طرنشات طماطم. عايزه اقول لكم طرنشات الطماطم دي يعني هتدوروا عليها كده لما تيجوا تاكلوا المسقعه، بتفرق جامد جدا في الطعم. وحطينا بقى للشكل كده برضو طرنشات كده من الفلفل على الوش، وهنحطها بقى في الفرن نشغل عليها حوالي نص ساعة كده او ربع ساعة لغاية ما تدينا الوش الحلو اللي انتوا شايفينه ده. كده معانا صينية المسقعة جاهزة. ممكن تحطوا عليها طبقة بشاميل من فوق لو حابينها بالبشاميل. هنا بقى هنغرفها. انا بقى بحب اكلها مع ايه؟ مع رز بشعرية. عايزة اقول لكم الرز بالشعرية مع المسقعة باللحمة، يعني في ناس ممكن تستغرب يقول لي ايه ده المسقعة تغميز بس، والله يا جماعة جربوها أكلة متكاملة. خضار البتنجان مع الرز حاجة تانية خالص. انا يعني ايه خدتها بصراحة من الاكل التركي. الاكل التركي دايما بيعملوا الاكلة دي، بس لازم يبقى رز جنبها، رز بشعرية او رز بلسان العصفور الدارج في تركيا هناك. والله يا جماعة جربوها بجد، تحفة تحفة تحفة. الرز مع يعني يعتبر اكلة كده. حابين بقى تغمزوها برضو بالعيش بس زي ما تحبوا، بس جربوها بالرز والله يا جماعة تعملوها على طول. هنا بقى زي ما انتوا شايفين شوية مخلل بقى كده حلوين، وبس وجبة متكاملة وحلوة جدا. زي ما قلت لكم ممكن تحطوا عليها طبقة بشاميل خفيفة لو حابينها بالبشاميل، بس في الحالة دي بقى ما ينفعش رز، هيبقى عيش بس. جربوها يا جماعة هتعجبكم جدا، انا مشهورة بالصينية دي جدا. وطبعا اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.